هنكمل بقية الملاحظات عند القراءة في اللغة الكورية. قلنا لما يجي حرفين اتنين باتشم، ايه هو الباتشم؟ هو حرف التالت والرابع اللي بيكون في المقطع من الأسفل. لو جالي حرفين اتنين في الأسفل زي النا وزي الجا، نا 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 والجا جا 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 جا، هنطق أنهي واحد؟ هنطق النا مش هنطق الجا. يبقى تاني عندي حرفين اتنين باتشم، النا والجا، لو جم هما الاتنين تحت في الأسفل جنب بعض هنطق النا مش هنطق الجا. يبقى تاني عندي حرفين اتنين باتشم في الأسفل تحت اللي هما الحرف التالت والرابع اللي بيكونوا في الأسفل تحت بنقول عليهم باتشم. هما ايه؟ هما النا والجا. النا والجا لو جم الاتنين مع بعض هنطق واحدة ومش هنطق التانية. يبقى تاني النا والجا لو جم الاتنين مع بعض هنطق واحدة ومش هنطق التانية. هنطق انهي؟ هنطق النا، لكن الجا هتبقى سايلنت لا تنطق. يبقى تاني عندي النا وعندي الجا، النا هتنطق، الجا لا تنطق. النا هتنطق انما الجا لا تنطق.